يا اهلا بيكم يا شباب في اكتر فيديو منتظر في سلسلة حلقات رمضان، واللي هنحسم فيها اعلى 10 مسلسلات مشاهدة في رمضان 2026. ولكن قبل بداية الحلقة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية. هنبدأ بالمسلسل رقم 10 والأقل مشاهدة في قائمتنا، واللي هيكون مسلسل حكاية نرجس من بطولة ريهام عبد الغفور وحمزة العيلي وبسنت أبو باشا. المسلسل ده بدأ النص التاني بشكل هادي، ما كانش عليه كلام كتير ولا كان جذاب بالنسبة لمعظم الناس، ولكن بعد أول كام حلقة وبسبب جودة وقصة المسلسل الممتازة قدر إنه يحقق مشاهدات كبيرة جدا مع مرور الحلقات. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 2 مليون في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 30 مليون مشاهدة على مدار حلقات المسلسل. المسلسل رقم 9 في قائمتنا هيكون مسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد وحاتم صلاح وطارق عماد. يمكن ترتيب عمرو سعد السنة دي متأخر شوية بعد ما كان متصدر في السنين اللي فاتت، وده كان عشان ناس كتير ما كانتش عليها أمل كبيرة قوي في المسلسل من البداية، وكمان قصته الدرامية والسوداوية من أول كام حلقة خلته ياخد اتجاه درامي كده مختلف عن الأسلوب الشعبي اللي ناس كتير بتحبه عشانه. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 3 مليون في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 90 مليون مشاهدة على مدار حلقات المسلسل. المسلسل رقم 8 في قائمتنا هيكون مسلسل 2 غيرنا من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد. المسلسل ده كان قادر انه يلعب في حتة كده لوحده بعيدا بقى عن المسلسلات التانية، وكان ليه شريحة كبيرة جدا من الجمهور اللي بيدور على دراما هادية ومختلفة، واللي فعلا قدم لنا مسلسل مميز ومختلف يمكن ما تحسش بوجوده زي بقية المسلسلات، ولكن كان عليه إقبال كبير جدا بشكل صامت. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 3.5 مليون في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 50 مليون مشاهدة في 15 حلقة. المسلسل رقم 7 في قائمتنا هيكون مسلسل هي كيمياء من بطولة مصطفى غريب ودياب ومريم الجندي. للأسف السنة دي في الكوميديا كانت ضعيفة جدا، وكان في مساحة كبيرة للمسلسل ده انه يثبت نفسه، وفعلا كان المسلسل الوحيد السنة دي اللي قدر يقدم لنا كوميديا كويسة، وكمان كان ليه جمهور كبير جدا من أول يوم، وده خلاه على مدار الحلقات يحقق أرقام كويسة ويكون عليه كلام كتير جدا في السوشيال ميديا. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 5 مليون في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 75 مليون مشاهدة في 15 حلقة. المسلسل رقم 6 في قائمتنا هيكون مسلسل الكينج من بطولة محمد إمام وحنان مطاوع وعمرو عبد الجليل. بصراحة المسلسل ده مستواه ما كانش أحسن حاجة وما قدمش أي جديد على مستوى الدراما، ولكن برغم كده كان قادر إن يكون ليه نصيب كبير جدا من المشاهدات، واللي عملهم تحت اسم محمد إمام وجمهوره اللي بيستناه في أي حاجة بيعملها عامة، وكمان كان على مستوى الوطن العربي مش بس في مصر. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 5.5 مليون في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 160 مليون مشاهدة على مدار حلقات المسلسل. المسلسل رقم 5 في قائمتنا هيكون مسلسل عين سحرية من بطولة عصام عمر وباسم سمرة وسما إبراهيم. برغم انه قدر انه يكون افضل مسلسل في رمضان السنة دي من حيث الجودة والاداء، ولكن على مستوى العرض والمشاهدات ما كانش عليه اقبال كبير زي المسلسلات الشعبية التانية، ولكن سمعته والكلام عنه الكتير خلاه يوصل انه يحقق ارقام كبيرة جدا. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 7 مليون في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 100 مليون مشاهدة في 15 حلقة. المسلسل رقم 4 في قائمتنا هيكون مسلسل المداح أسطورة النهاية من بطولة حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي. للسنة السادسة على التوالي المسلسل ده قدر انه يكون معانا في قائمة الأعلى مشاهدة كل سنة، ويحسب له انه فضل محافظ على مستواه، وكمان الناس اللي بتحبه على مدار الرحلة الطويلة جدا دي كلها، واللي خلاص احنا حاليا وصلنا لنهاية صابر المداح. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 8 مليون في الحلقة الواحدة،
الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 240 مليون مشاهدة على مدار حلقات المسلسل. المسلسل رقم 3 في قائمتنا هيكون مسلسل وننسى اللي كان، من بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وشيرين رضا. بعد الخناقة الكبيرة اللي شفناها على ترتيب الأعلى مشاهدة في رمضان، بيجي المسلسل ده عشان يحتل المركز الثالث، واللي بالمناسبة ما كانش كده من أول يوم، وده اللي خلاه ياخد رحلة صعود وهبوط على مدار الشهر لحد ما في النهاية قدر إنه يحتل المركز الثالث معانا. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 8.5 مليون في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 250 مليون مشاهدة على مدار حلقات المسلسل. المسلسل رقم 2 في قائمتنا هيكون مسلسل الست موناليزا، من بطولة مي عمر وأحمد مجدي وسوسن بدر. ما نقدرش ننكر ان المسلسل ده قدر انه يطلع ترند اكتر من مرة خلال فترة عرضه، واللي خلاه يحصد عدد كبير جدا من المشاهدات، وكان من اكتر المسلسلات المنتظرة في رمضان. وبرغم انه كليشيه في نوعية الدراما بتاعته، ولكن كان بيقدم التوليفة الرمضانية اللي ناس كتير جدا بتحبها. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 10 مليون في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 150 مليون مشاهدة في 15 حلقة. المسلسل رقم 1 وأعلى مسلسل مشاهدة في رمضان 2026 هيكون مسلسل عليك لاي، من بطولة أحمد العوضي ودرة وانتصار. المسلسل قدم لنا أكتر مسلسل شعبي في رمضان، واللي في العادة حتى ولو المسلسل مليان عيوب كتير ومش الأفضل عامة، ولكن بيقدر ببساطة إنه يحقق كمية مشاهدات أضعاف أي مسلسل تاني، لأنه بيكون مسلسل الشارع والقهاوي واللي ناس كتير بتتفرج عليه وبتتكلم عنه حتى لو بالسلب. المسلسل بيحقق متوسط نسبة مشاهدة 12 مليون في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 350 مليون مشاهدة على مدار حلقات المسلسل. طبعا كان في مسلسلات تانية قدرت انها تحقق ارقام كويسة برضو، ولكن اقل من اللي ذكرناهم في القايمة، زي مسلسل فن الحرب من بطولة يوسف الشريف بإجمالي 60 مليون مشاهدة، ومسلسل درش من بطولة مصطفى شعبان بإجمالي 50 مليون مشاهدة، ومسلسل سوا سوا لأحمد مالك بإجمالي 30 مليون مشاهدة، ومسلسل فخر الدلتا من بطولة أحمد رمزي بإجمالي 25 مليون مشاهدة. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. اكتب لنا كومنت بالمسلسلات اللي اتفرجت عليها عامة، وشايف ايه المسلسل المظلوم اللي كان يستحق اكتر من كده. وقبل نهاية الحلقة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية.